احلى جمهور نادي الزمالك. طبعا صفقات حلوه وصفقات قويه جدا نادي الزمالك بيعملها، بس عايزين نقول حاجه يا جماعه. طبعا وجود عبد الله السعيد مكسب كبير جدا. انت محتاج واحد معلم هنا، واحد بيشوط، واحد يلعب قدام، واحد عنده المقدره يرفع عينه ويطلع زيزو ويطلع بقى اذا كان مصطفى شلبي، وعايزين بديل كمان مع مصطفى شلبي، لان احنا شايفين ان احنا مركزين كتير جدا في نص الملعب. عندك ناصر ماهر، عندك عبد الله سعيد، نبيل عماد دونجا، عندك اوباما موجود بيلعب برده مركز 8، مركز 10، مركز 8 كصانع لعب. يعني عندك لعيبه كتير في نص الملعب دلوقتي، وطبعا عندك زياد كمال، عندك محمد عاطف، عندك لعيبه كتيره جدا يا جماعه نادي الزمالك. وطبعا الصفقه القويه كمان موتيبا، النجم الاوغندي كمان موجود. عندك صفقات حلوه قوي نادي الزمالك عملها فوق السن، كويس انه جاب لعيبه كمان، وطبعا نجم منشن جلباخ جاب لعيبه كتير جدا. ونادي الزمالك في الفتره الحاليه اهم حاجه بصراحه، ودي حاجه تحسب للمجلس، رفع الايقاف. وده كان شيء مهم جدا جدا جدا، انك انت شلت الايقاف عن نادي الزمالك، وده اهم حاجه. نادي الزمالك محتاج بقى يعرف بيشتري ايه، يعرف بيشتري مين اللي هيفيده، مش بالكم ولكن بالكيف. ان اجيب لعيبه هتفيد المراكز بتاعتي. احنا مركزين قوي على نص الملعب، لكن فين دفاعك؟ فين خط ظهرك؟ مين اللي هيلعب سردباكات قلبي الدفاع؟ مين اللي هيكون مع مثلا مع الونش؟ لان الونش اصاباته كتير، والونش 2 صليبي، محتاج معاه طبعا حسام عبد المجيد وزنه رطرط كده، ومحتاج حد كمان معاه. باك ليفت عندك فتوح، عندك بديل كمان مع فتوح، يبقى انت منقي الاماكن وكل واحد له بديل. عندك حمزه المسلوسي لو هتلعبه في سردباك هينزل في العمق، مين هيلعب باك رايت؟ لو وديته باك رايت لازم محتاج برده بديل. فنادي الزمالك الفتره الجايه المفروض بسرعه، طبعا وبنشكر المجلس على طبعا 14 قضيه انحلوا، وده شيء يحسب للمجلس. ان رفع الايقاف ده شيء حلو جدا يحسب للمجلس، 14 قضيه. ويحسب كمان انك انت ايدت لعيبه وفي وقت قياسي، ومعنى كده ان شاء الله الفلوس موجوده، وانك انت اشتريت كام صفقه الفتره اللي فاتت ديت، يعني معناها الحمد لله الخزنه فتحت. لكن الاهم ان الفلوس تبقى حلال، والفلوس تروح للعيبه مفيده لنادي الزمالك. ما نجيبش لعيبه كتير عشان تبقى دكه وخسرناهم وخلاص. احنا نشتري اللي هنحتاجه في الاماكن. انا وجهه نظري اكينولا حلو ما يمشيش. اكينولا ده لو لعبنا عليه وخد وقته هيلعب. الواد ده بدايته كانت قويه جدا مع نادي الزمالك، قعد ويتخن بقى وقعد والكلام ده كله. انا شايف انه حلو، خامه طيبه، وشفنا حتى في بطوله دبي بضغطه على اللعيبه ازاي بيقطع ومش اناني وبيرفع عينه وبيباصي، واللعيبه عنده كوره. وممكن ما نحتاجش راس حربه، بس انت محتاج حاجه من الاثنين: يا تجيب راس حربه جامد جدا جدا وممكن تستغنى عنه، يا يبقى موجود وبلاش تخسر فلوسك وتخلي مع سيف الدين الجزيري، ويبقى حاجه حلوه. انت باثنين اهوت مركز 9، سيف الدين الجزيري وعندك سامسونج اكينولا. عندك نص ملعبك انت الحمد لله بفضل من الله جبت كتير قوي، عندك لعيبه كتير جدا جبتهم في نص الملعب، ناصر ماهر، عبد الله سعيد، عندك نبيل عماد دونجا، عندك اوباما بيلعب كمان مركز 8. فانت عندك الحمد لله وفره في نص ملعبك. عندك محمد عاطف هيلعب مكان ممكن بديل لزيزو، عندك شيكابالا بيلعب في اليمين. فانت بفضل الله عملت صفقات قويه جدا وشيء حلو جدا يحسب لنادي الزمالك. لكن الاهم اللي بقوله ان انت تركز برضه على قلبي الدفاع. انت محتاج مدافعين مهمين جدا جدا جدا، لازم يكون عندك مدافعين جامدين. عندك كمان مين اللي هيلعب باك رايت، مين اللي هيكون بديل فتوح، لازم تكون محضر بدائل. مصطفى شلبي الى الان انت محتاج واحد يلعب مكان مصطفى شلبي. ابراهيم نضاي انا ما اعتقدش انه افاد نادي الزمالك، المفروض يتباع. ابراهيم نضاي المفروض يتباع يا جماعه، وشكرا لابراهيم نضاي. خلاص تجيب بديل، لازم يكون في حد عندك مكان مصطفى شلبي. اي لعيب مش هيفيد نادي الزمالك حاليا يتباع، وبتمنه انت تقدر تدخله في صفقه تبادليه او تشتري لعيبه. المهم يبقى انت جبت فرقه كامله، قوام اساسي مع مدرب جديد، وبالصلاه على النبي تبدا كده موسم قوي جدا. لان انا شايف نادي الزمالك السنه دي المفروض يبقى رهيب. انا اللي مطمني واحد بشخصيه عبد الله السعيد وناصر ماهر. الاثنين دول يا جماعه لعبوا في انديه كبيره، يعني هيقدروا يقفوا على الكوره، مش هيقدروا يجروا يتخلصوا من الكوره. انا بحب اللعيب اللي يقدر يلعب تحت ضغط، اللعيب اللي يقدر يلعب قدام الاهلي ما يخافش منه، اللعيب اللي يقدر يشوط قدام الاهلي ويجيبك كده وينيم كده، اللعيب اللي يقدر يلعب على مروان عطيه ولا امام عاشور ولا اي حد من الناس دي. انت محتاج لعيبه بدنيين في نص الملعب، ولاعيب مخ امام عاشور. ممكن يلعب نبيل عماد دونجا 8، يلعب عبد الله سعيد، وتلعب باثنين قدامهم، اثنين وراهم حامين ظهرك، اثنين بدنيين وتلعب بطريقه متوازنه، لكن تقدر تروح وتقدر تبقى تهاجم بشياكه وبسهوله. انت عندك عبد الله سعيد بيقدر ينقل الملعب في ثانيه. عبد الله سعيد من قوه كبيره جدا. انا معاك السن كبير، مده العقد سنه ونص وممكن تجددها سنه كمان. اللعيب بالعطاء، وعبد الله سعيد بيشتغل على نفسه، ولعيب كان من زمان المفروض يبقى في نادي الزمالك. صفقات قويه جدا نادي الزمالك عاملها، صفقات كتيره جدا، ولسه الايام الجايه في صفقات قويه جدا بقى نادي الزمالك. اللي عاجبني ان في لعيبه شباب، لعيبه تديك 4 5 سنين ان شاء الله، بس اذا اثبتوا
اثبتوا وجودهم، وده الشيء الطيب في صفقات نادي الزمالك. مفيش لعيب سنه كبير وده اهم حاجه، مفيش لعيب عندك مخلص. يمكن عبد الله السعيد لانه عنصر خبره وهيفيدك، انا واثق انه هيفيدك. عبد الله السعيد عنده كوره، الفاولات على الاقل اللي على 18 اللي ياما جات لك هيبقى فيه واحد هيحرك زيزو بدل ما زيزو بياخد الكره وبيجري في اي حته. هتلاقي سرهاب بتلعب بالفراوده، هتلاقي عبد الله السعيد بيودي كنولا ولا بيودي سيف الدين الجزيري الجول. يعني مهم جدا، وانا شايفه من اهم المكاسب اللي هتفيد نادي الزمالك عبد الله السعيد. لكن احمي ظهره باثنين جامدين مع نبيل عماد دونجا، واذا كان ناصر ماهر بقى من اللي هيلعب بقى من اللعيبه اللي انت هتجيبها. لعيب نجم طلائع الجيش برضه نص ملعب يا جماعه، اسمه ايه يا جماعه؟ انا ناسي اسمه. لعيب بتاع طلائع الجيش اللي نص الملعب، لعيب جامد جدا، لعيب منتخب مصر الشباب اللي كان بيلعب مع محمود صابر. وانا نفسي، كان امنيتي حياتي ان يكون محمود صابر موجود. الواد ده ما بيهموش باليمين وبالشمال، ولعب قدام الاهلي غسل الاهلي غسل. لعيب كبير ولاعيب واثق من نفسه ولاعيب عنده مقدره ولاعيب كوره، عنده كوره عاليه قوي. المهم اذا عجبك الفيديو لايك، شير، كومنت، ودعواتكم لنادي الزمالك، ونادي الزمالك بيكم احلى، وان شاء الله نادي الزمالك هيرجع للمجد تاني. سلام عليكم.